حطينا الكشك ده في الشارع، أي حد ممكن يدخله. جوه الكشك سألنا الناس سؤال واديناهم دقيقتين، دقيقة يردوا على السؤال ودقيقة يقولوا أي حاجة في نفسهم، أي حاجة. جوه الكشك ده هتبقى أنت المصور، الضيف، وكمان المذيع. مش مظبوطة الكاميرا يا جماعة، كل شوية أنا هنفضل نظبطه في الكاميرا. على فكرة الكشك ده هتلاقيه بيلف في كل حتة في مصر، وممكن تصحى من نومك تلاقيه واقف تحت بيتكم أو في الحتة بتاعتكم. زيع أنت جوه الكشك، هتشوف وتسمع فعلا المصريين الحقيقيين. ما قلنا لهمش يعملوا كده، بس هم عملوا كده. بيك رولز وبيك ستيكس، مش قرمشة على الفاضي. سؤال حلقة النهاردة: السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ معاكم محمد شوقي، شريعة وقانون جامعة الأزهر. أنا اسمي رامي عصام. أنا كريستين ليون من القاهرة. قعدت كتير أفكر أصلا هو التحرش بيحصل ليه بيحصل في مجتمعنا. أخلاق الناس، يعني دي أكتر حاجة بتأثر في موضوع التحرش الجنسي، لأن احنا دلوقتي بقى فيه عدم احترام عامة في الشارع. ازاي الست بتتشاف كأوبجكت في الشارع مش كبني آدم. بحس إن المجتمع بيبص لنا إن احنا درجة تانية، ان احنا أداة، ان احنا شيء. انا جايه هنا تبع سلسله نفسي. انا ماسكه ورقه مكتوب عليها نفسي اركب عجله ومحدش يضايقني. طب ليه ما ناخدش الناحيه الايجابيه؟ يعني كان في مثلا سلاسل بشريه الناس عاملينها عشان موضوع التحرش الجنسي. هو المشكله ان انا شفت السلاسل البشريه 75% منها ناس لابسه فيزون وبتاع ومش عارف ايه لا، ما هو بيعرفوك بقى ان انت لما تشوف الناس دي ما تحرش جنسيا ضدهم. الناس بدات تحلل الموضوع لنفسها، يقول لك لا انا ما زودتهاش، لا انا ما عملتش حاجه. لا، انت مالكش اصلا حق انك تتدخل في حريه اي واحده ماشيه في الشارع. الناس اللي بتقول لا دي هي لابسه كده وهي تستاهل، انا مش مقتنعش بالكلام ده كله، لان انت ما انت بره بيبقوا لابسين لما يعني ماشيين عريانين في الشارع ومحدش بيكلمهم. يعني لا حاجات خفيفه، بس انت برضو انت وضميرك انت وتربيتك انت ونفسك. مش عايز، احنا مش عشان قدام الكاميرا فهنبتدي نفكس على الناس ده بس عشان محدش يفهم غلط. احنا متحرشين، احنا متحرشين. انا نفسي اتمشى في الشارع، يعني انا بجد نفسي انزل اتمشى في الشارع استمتع بالشارع واستمتع بالبلد، عشان انا كل ما اجي امشي دقيقتين ولا 3 دقايق لازم اسمع يا اما كلمه قبيحه، لازم يعني لازم يطلع عيني. يقعدوا يقولوا لا اصل هي مش عارفه لبسها عامل ازاي، لا اصل هي اللي ماشيه بالليل متاخر، لا اصل هي اللي اسلوبها مش عارفه ايه، وبعدين هي البنت بتبقى نازله عايزه كده. بنت مين اللي بتبقى نازله عايزه كده؟ احنا مش بنحب انه نبقى ماشيين حاسين ان انتم مفصصين كل حته في جسمنا، مش بنحب ان احنا واحنا راكبين الاتوبيس نلاقي جسمكم لازق في جسمنا. وغالبا كل البنات حصل لها كده، يعني كل البنات اتلمست على الاقل مره. انا في واحد جه كان الساعه 8 الصبح وجا ضربني من ورا، انا من ساعتها وانا مش عارفه اتمشى من غير ما طول النهار ابص حواليا. يعني ايه واحد مثلا انا ماشيه في امان الله واحد يجي يفتح سوستته قدامي؟ يعني ايه الحل يا جماعه؟ احنا غياب الوعي الديني والوعي الاخلاقي. العبادات اللي ربنا فرضها علينا مش هي اللي هندخل بيها الجنة، بس أنا شايفة إن شاء الله إحنا هندخل الجنة بأعمالنا. لازم يبقى في قانون واضح يطبق على التحرش الجنسي ويبقى عقوبه شديد. أنا اقتراحي القانون اللي يتعمل إن هو باختصار لو واحد يعني يتقفش أو واحد اتقبض عليه وواحد أثبت إن هو متحرش، إن هو باختصار بعد كده البني آدم ده يكون متسجل في السجل المدني بتاعه إن هو كل ما يروح يقدم شغل أبسط حاجة لما يطلع فيش تشبيه يكون مكتوب كده تحت متحرش. ولازم البنات نبتدي ان احنا نرد بشكل مهذب، بس لازم يبقى في رد فعل، ما ينفعش ان احنا نفضل قاعدين ساكتين. شغل يمشي جنب الحيطه ده ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها كده. لما حد يهني انا لازم ارد عليه، وعاده لما برد عليه هو بيستغرب عشان هما مش متعودين. وبحاول ابدا بنفسي ان انا لما بشوف حاجه غلط من دي بتحصل في الشارع مش لازم اتفرج، ما ينفعش ان انا لما اشوف حاجه زي دي اقعد اضحك واتريق على البنت اللي حصل لها كده، لازم يكون ليا موقف. هيقول لك ايه يا عم انت هتعمل لنا فيها راجل؟ ايه يا عم انت هتحاملها؟ ايه يا عم انت تعرفها؟ لو لقى 1 2 3 4 وقفوا معاك هيخاف ويمشي، وممكن ما يحرم يعمل كده تاني. دلوقتي بقى قول اللي في نفسك. هذا البرنامج برعاية بيك رولز وبيك ستيكس.
انا بغني وبمثل. يعني انت المفروض لما تشوف حد لابس فيزون خلاص هو الوضع عادي، اتعامل بقى انها ايزي، بس هم مش مقدرين مش مقدرين والله. الناس مش مقدره ايه اللي بيحصل يعني. الشاب بيشوف المنظر ده بيبقى هين عليه ان هو يخرج عن شعوره. هو في اغنيه احنا مش حافظينها قوي بس هي طبعا منتشره في اليومين دول وبنحب نغنيها، يعني اغنيه برضه ليها علاقه بالموضوع. في سبراي بيبقى بيترش ومش بيتشال غير بعديها باين ب6 اشهر او حاجه كده. انا يعني هي دي فعلا فكره مش هزار، يعني انا حاسه ان دي لو اتنفذت هتبقى ظريفه جدا. ان انا لو حد مضايقني وانا ماشيه انا بس هرش عليه والناس هتعرف ان هو متحرش. هاتي بو ثابت، هاتي حتابت، هاتي بو ثابت، هاتي حتابت، هاتي بو ثابت. طب انت تفتكر هو طلع منين الفيزون ده يعني؟ ليه؟ بص، هو كان في محاولة من أحد العلماء لتطوير معنى ال 3G ال 3D 3D عارف انت اللي هو بتشوف كل حاجة صوت وصورة ولون بس ربنا وفقه، ربنا يبارك يعني هو الحمد لله هو ربنا وفقه. يعني انا حصل معايا موقف مرة كنت في مول معين وواحدة كانت بتتعاكس من شوية شباب، فقلت اعمل فيها راجل وشجيع السيما وبتاع، وخدت واحد صاحبي انتوا ليه بتعاكسوها وده غلط ومش عارف ايه. جت قالت لي انت مالك، هم يعاكسوا براحتهم. يعني مسكونا ضربونا، ومن ساعتها انا قلت انا خلاص اللي تعاكس عاكس، انا ماليش اي دعوه. مش عارف انا موهبتي ايه. في ناس بتقول موهبتي ان انا بتكلم كتير وبصدع الناس، مش مشكله، بس انا هقول موهبه. انا في ناس كتير بتقول ان انا صوتي كويس، انا مش عارف اذا كان صوتي كويس ولا لا. الغنى طريقه بتخرج بيها مشاعرك باي شكل من الاشكال، سواء كانت حزينه او سعيده، وكل ما تعرف توصل مشاعرك دي للي قاعد بيسمعك كل ما كان انت فنان. عجيب حبك هناك ساكن بروحي بكل تكويني، وبشتاق لك صحيح لكن ولا عمرك وحشتيني. طب احنا مطالبين بقى ان احنا نعمل ايه؟ ان انت تتطور بقى، يعني ان انت تبقى ما انا هتطور هعمل ايه بقى؟ لا مؤاخذة بقى. ما هو لا مؤاخذة، ما هي المشكلة ان احنا لو وصلنا لا مؤاخذة دي هي دي المشكلة. يا ريت سنك يزيد سنتين عشان سنك كده صغير يزيد، لكن في تكوينك مفيش ولا حاجة تتغير. وبتقولي هتوحشيني ازاي وصورتك مني في عيوني. شكرا لكم جدا، استمتعت بوجودي معاكم، ارجو ان اكون ضيف خفيف. السلام عليكم ورحمة الله. ما قلنا لهمش يعملوا كده بس هم عملوا كده. بيك رولز وبيك ستيكس، مش قرمشة على الفاضي. أنا اكشلي في يوم 25 يناير اللي فات 2012 رحنا السليبريشن بتاعت الريفولوشن في التحرير. أنا كنت مع أهلي واللي حصل واحنا داخلين عند، مش فاكرة بالظبط الحتة اللي احنا كنا فيها، إنه لقيت ناس ايديها جوه هدومي ومش عارفة، الناس ابتدت تزعق يقولوا لي انتي خلوا بقى، بيزعقوا لبابا والولاد اللي كانوا معانا يقولوا لهم ما تعدوش الحته دي عشان في تحرش جوه بيحصل، والناس اللي واقفه بكل الناس اللي كانت في التحرير ما حدش عارف يعمل حاجه. الدنيا زي المرجحه يوم تحت وفوق، فيها خلق عايشه ومرتاحه وفيها ناس مش فوق. من المحاولات الحلوه اللي هم كانوا بيعملوها مثلا في امسك متحرش، ان هم عاملين خريطه. الخريطه دي الناس بتبدا تاسسها عن طريق مساعده البلاغات اللي بتجيلهم. يعني مثلا لو ابتدى اكتر من بلاغ يجي لحمله امسك متحرش عن ان الشارع ده بيحصل فيه تحرشات كتير او بيحصل فيه مضايقات كتير، فيبدا الخريطه دي تنزل نعرف بيها مبدئيا البنات ان الشارع ده مثلا خطر دلوقتي. من تحت لفوق 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 لفوق.